ده مش كاس عالم بقى ابو الكباتن، ده قلب الدوره الرمضانيه. اول فوز للمنتخب الانجليزي على منتخب ايران بنتيجه تقيله جدا 6-2. منتخب ايران بقياده كارلوس كيروش بيعمل ماتش سيء جدا، منتخب بيفتقد للهويه، منتخب لما بيكون معاه الكوره ما بيعرفش يعمل بيها ايه، ومساحات فاضيه حضرتك في كل حته في الملعب، مباراه حرفيا من طرف واحد. على الجانب الثاني المنتخب الانجليزي عمل ماتش ممتاز جدا، منتخب بيمتلك عناصر مميزه في كل مركز، منتخب عنده حلول كتير جدا وبيقدم كوره جميله، واللي ساعده على ده طبعا منتخب ايران الضعيف. اول اختبار بينجح فيه ساوثجيت، وهاري كين عمل كل حاجه الا ان هو يسجل في الماتش ده. انا اتوقع ان انجلترا تبقى الحصان الاسود في البطوله دي، فلو انت متفق معايا يا ريت تكتب لي في التعليقات. وهل منتخب ايران ممكن يتطور في الماتشات اللي جايه؟ هستنى كل تعليقاتكم. الحارس مندي بيهدي الفوز للمنتخب الهولندي على طبق من ذهب. يخرب بيتك يا مندي. المنتخب الهولندي بيفوز على منتخب السنغال 2-0 في الدقائق الاخيره، والصراحه كده فاجئني جدا اداء منتخب السنغال. المباراه على فكره كانت صعبه على منتخب هولندا، ولكن السنغال لو كانت قعدت ماتشين ما كانتش هتسجل، لان هي ببساطه تفتقد للاعب زي ساديو ماني، كان ناقصهم بس حد يخلص قدام. واللي عجبني في منتخب السنغال ما كانش خايف، المنتخب كان بيلعب على طبيعته عادي ومش راهب بالموضوع، وعمل ماتش مقبول الى حد ما. كمان بيعملوا الهجمه المرتده بشكل كويس، زائد كمان ان هم عندهم سرعات، والتحول الهجومي اللي كان بيعمله المنتخب السنغالي كان ناقصه زي ما قلت لكم واحد زي ساديو ماني يخلص كل الكور دي. والحارس مندي للاسف هو سبب خساره المنتخب السنغالي قدام منتخب هولندا. مش ده ابدا مندي اللي هو احسن حارس في العالم. اما عن هولندا فتبقى هولندا، سجلوا الجول الاول في الدقيقه 85، وده ان دل فبيدل على تركيزهم لاخر الدقائق، وطبعا بخطا من الحارس مندي وخروج غير موفق تماما. انتشار المنتخب الهولندي كان افضل في الملعب، كمان التدرج بالكوره من ورا بيعملوه بشكل كويس، كمان كانوا كويسين دفاعيا وكانوا قافلين المساحات تماما على منتخب السنغال. فهل المنتخب السنغالي قادر ان هو يصعد من المجموعه دي؟ وهل بالاداء ده منتخب هولندا ضمن صداره المجموعه ولا لا؟ استنى كل تعليقاتكم.